جبت لك اللحمه اللي انت عايزاها اهو وضاني. طب يلا عشان الافتتاح فيه ناس كتير قوي. ماشي، حط على الشوايه. وقف يا ريس عندك. تاخد العظم ده ورايح بيه فين؟ هرميه. خلاص سيبه يرميه، احنا كده مش عايزينه. لا، الراجل ده عينيه بتقول غير كده. قول له واخد العظم ده ورايح بيه فين؟ بصراحة يا معلم أنا واخد العزم دول عشان أعملهم شوربة، عشان أنا وإخواتي ما كلناش بقالنا 3 شهور لحمة. معلش والنبي خليني أخدهم وأعمل شوية شوربة بالله عليك. امسك يا شيف ملك، روح انت سوي اللحمه دي. النبي يا معلم ما تاخدهم مني، النبي يا معلم خليني أعمل شوية شوربة يا معلم. ولما انت عايز حاجه زي دي مش تيجي تقول لي أنا آسف. ليه تلم العظم من الارض؟ والله ما أعمل تاني الحركة دي، أنا آسف. طيب اسمع، استناني دقيقه واحده. هيعمل إيه يا رب؟ بص، دول انا كنت مروحهم للعيال. يا كوارع امسك. وده لحمه، انت عارف لحمه الجزارين بيقطع انضف حته في العجل. بس خلاص سيبهم في الارض، سيبهم هيروح لاصحاب نصيب. هو يا معلم اللحمة دي كلها؟ المكان دي احنا فاتحينه من وسع الحمد لله، وربنا كرمني. عايزك كل اسبوع تعدي عليا، واوعى في يوم من الايام تمد ايدك على حاجه في الارض. حاضر يا معلم، حاضر. واعتبر نفسك اتوظفت عندنا في المطعم. احنا برضو محتاجين ناس تشتغل، ولو عارف ناس زي حالاتك كده ولاد حلال خليهم يجوا. حاضر يا معلم. كله يرزق من فضل ربنا، ما حدش بيدي حد من جيبه. حاضر يا معلم. توكل على الله، روح وانا هكمل كده. هاخد اللحمه وامشي. روح. طيب يا سيدي، عرفنا ان انت كرمت الراجل، بس ليه اديته من اللحمه اللي انت كنت هتروح بيها؟ اصل انا طماع شويه. طماع في ايه؟ طماع في الثواب. لما اشوف راجل زي كده بيجيب العظم من على الارض عشان يروح ويعمله لعياله، لازم اديله اللحمه اللي داخله بيتي. الناس دي عايزينها تفرح، محدش عارف الرزق بتاع ربنا فين. وانت بقى تعمل احسن مني؟ طب ايه رايك ان كل يوم الراجل دوت ليه عندي وجبه؟ خد بقى وروح اقف على اللحمه. لا ينفعش يا شيف، ما ينفعش بعد ما امسك المجشي واكنس بيه اروح اقف على الاكل. لازم يبقى في حاجه في ايدي. عندك حق. فانا هكمل الشغل بكره، اروح ابص على البهايم انا. تمام. يلا.